السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لاول مرة يشوفني، انا ام حمزة ودي قناتي. يا ريت فضلا وليس امرا تشتركي معايا، مش هتندمي باذن الله. واللي عايز يدعمني، يعني يدعمني كويس، يدوس اللايك، علشان اللايك هو اللي هيرفع الفيديو، هو اللي هيخلي الفيديو يتشاف. من غير اللايك الفيديوهات بتقع تماما. فالدعم ليا الاشتراك واللايك والكومنت القمر اللي زيكم بقى، ده حاجة بيني وبينكم شخصية كده، بتخليني ابقى مبسوطة جدا جدا جدا. دي حاجة فعلا فعلا والله العظيم بتفرحني. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب، ويفرحكم بأولادكم. ويا رب الفيديو يعجبكم. النهاردة الفيديو كله عبارة عن مشترياتي لبنتي. انا معايا 3 بنات، الكبيرة 16 سنة واللي من بعدها 14 سنة، يعني الاتنين بينهم سنتين. اصغر حاجة بقى كوكي، صغيرة مكة 3 سنين ونص. طبعا انا بجهز بنتي الكبيرة اللي هي سلمى اول حاجة. فحبيت اوريكم يعني ايه انا اشتريت ايه. طبعا انا بدأت اشتري من حوالي 2 سنين ونص. بدأت بايه؟ بدأت بحاجة بسيطة جدا. كان معايا 250 جنيه يوميها. ف يعني انا عارفه ان هي هتصرف في البيت، كل حاجه بتصرف في البيت. فقلت اجيب ايه؟ قلت هجيب مصفتين. اللي لقيته في المحل يوميها مصافي يوميها كانت ستانلس. فقلت ايه، طب خلاص انا هجيب بال 250 اي حاجه يعني. فجبت، بدأت بايه؟ بدأت بالمصفتين دول. وبعد كده يعني ايه الموضوع بقى ايه؟ بدأ معايا بقى صواني، ثم اطقم حلل، ثم مش عارف ايه. فانا حابه ان انا ايه اوريكم. وطبعا انا ايه مش من الناس اللي بتشجع ان الحاجات الكتير قوي، الحاجات اللي هي الاوفر. انا طبعا انا عايشه هنا في مصر من سنين، يعني دخلت في ال17 سنه، ممكن تقريبا يكون 17 كمان. معرفش الجهاز هنا نظامه ايه بالظبط والناس بتجيب ايه، بس اللي انا عارفاه عندنا في البلد البنات بتجيب حاجات كتير جدا جدا. طبعا كل اللي انا عايزه اقوله لكم ان انا يعني انا مش هعمل زي حد بصراحه، مش هكدب عليكم. انا هجيب الحاجات اللي هي الاساسيات، الحاجات الضروريه. لان انا يعني انا لما اتجوزت امي كانت جايبه لي حاجات باعداد. يعني كانت جايبه لي مثلا، مش فاكره 30 فوطه او 35 فوطه. انا لحد دلوقتي ما استعملتش الحاجات دي. فطبعا انا ايه همشي بالمعقول. طبعا انا بقى هوريكم دلوقتي المصافي اللي انا كنت جايباها. دي كانت اول حاجه اجيبها، اول حاجه. واحده كانت ب135، واحده كانت ب115. ويومها زي ما بقول لكم كده بالظبط كانت هي 250 اللي كانت معايا، ما كانش معايا فلوس قوي يعني. فقلت ابدا بايه؟ كان كل اللي بيكلمني بيقول لي ابدأي ابدأي، لازم تبدأي، انت معاكي بنتين مش عارف ايه، عشان يعني تقدري ان انت تكملي وكده. بعد كده بقى رحت، كان معايا 2000 جنيه. رحت العتبة، اشتريت بيهم طقمين صواني ستانلس. انا كنت رايحة اصلا مش عارفة اجيب ايه، بس انا ببدأ بالحاجات اللي هي ايه مدتها ما بتتغيرش. الطقم ده كان عامل 900 جنيه. بس بصراحة والله العظيم يا جماعة احسن من التاني. يعني انا شايفاه كده، انا شايفة ان هو يعني كخامة وكشكل. يعني ما بحبش الحاجات اللي فيها يعني حاجات بتلمع ومش عارف ايه. يعني بحب الحاجات الهادية. كشكل احسن من التاني. يعني عامل 900 جنيه، التاني عامل 1100. بس انا شايفة ان ده الاحسن. بس طبعا الواحد لازما بينوع، لانك انت مش بتجيبي لنفسك، انت بتجيبي لبنتك وعروسة وكده، فلازما بتنوعي. ده تاني طقم. الطقم التاني هو ده اللي بقولكوا عليه، كان عامل 1100 جنيه. في الشكل طبعا شكله حلو والكلام ده كله. وطبعا ايه عرايس بقى وكده زي ما انتوا عارفين. طبعا انا مش راضيه اطلعه من الكيس بتاعه، علشان هو فيه يعني زي مرايه كده. هيعكس بقى الصوره والكلام زي ما انتوا فاهمين يعني. دي كانت الصينيه الكبيره. طبعا الطقمين عاملين 2000 جنيه. والطقمين عباره عن كل طقم صينيتين بس. طبعا انا ما كنتش عارفه الموضوع ده، ما عرفتش الا لما رحت، لان انا الصواني اللي كانت جايه لنا كانت تلاتات. ده بقى الطقم الاستانلس. دي اكبر حله، الحله الكبيره دي حله عزومات، تقريبا مقاس 40. حله كبيره كبيره جدا يعني. يعني ممكن تشيل بطتين.
في حلة يعني ايه. هو طبعا انا عجبني الطقم ده يعني عشان كده. طبعا الطقم ده اسمه ايه؟ اسمه لاينز. كان عامل كام؟ كان عامل 5000 جنيه، جايبها من حوالي سنتين. طبعا انا حبيته جدا. طبعا جربت المغناطيس والكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله، 18/10 وكل الحاجات اللي الناس عارفاها دي، وطبعا الناس كلها عرفت موضوع المغناطيس ده، فعجبني عشان الحلة الكبيرة. ده بقى تاني طقم جبته. الطقم ده اسمه مالتيف او مالتيف، حاجة زي كده. هو الاسم يعني ايه، حسيته بالرقعة شوية، فقرايته صعبة شوية يعني. اسمه بالظبط كده مارتيف. طبعا الطقم ده كان عامل، هو الطقم ده جرانيت. الطقم ده عامل كام؟ عامل 6500 جنيه. من قد ايه؟ من حوالي سنة ونص. بس طبعا هو مش 4 حلل وبس. طبعا نسيت اقول لكم طقم الاستانلس كان 5 حلل. ده طبعا مش يعني ده 4 حلل ومعاه الجريلا دي، ومعاه طاجن ومعاه كنك و4 حلل زي ما قلت لكم. طبعا دي اول حاجة هتشوفوها معايا، الحلة. حلة من يعني انا هوريكم حلة منهم، وانا والله ما مش عارفة بصراحة هي دي انهي واحدة فيهم، الوسط، الصغيرة. هي تقريبا كده يعني ايه اللي هي قبل الصغيرة. هم كلهم على بعض طبعا ايه بيبقوا 4 حلل، وجاي معاهم بقى طقم كنك وجاي معاهم جريلا وجاي معاهم طاجن. الطاجن ده ينفع يتعمل فيه كيكة، ينفع يتعمل فيه اي حاجة يعني. طبعا عجبني قوي. كان كويس يعني كشكل، وفي نفس الوقت كان نضيف جدا يعني. صاحب المحل اصلا كان حاطه في جنب كده، مش عايز مش عايز يعرضه اصلا. طبعا ما اعرفش ليه يعني، موضوع ان اصحاب المحلات الحاجات الغالية بيبقوا حاطينها في جنب كده، وبيورولك الحاجات اللي هي ايه اقل يعني في السعر وكده وفي الخامة. مش فاهمة ليه يعني بيبقى الموضوع ده بيعملوه. طبعا ده الكنك 3 كنك، 3 كده يعني تقريبا كده قد بعض ال3. فعجبني يعني الحاجات دي. طبعا احنا كده كده ايه هنشتري طبعا الكنك والكلام ده، بس هو الطقم جاي كده، جاي معاه الحاجات دي يعني. الكنك ده طبعا بيتحط على الرخامة كده بالشيالة بتاعته. فيعني جميل يعني، بصراحة حبيته يعني. دي بقى الطاجن ده اللي بوريهولكوا دلوقتي كده. الطاجن ده زي ما قلت لكم كده ينفع يتعمل فيه كيكة. تحفة بصراحة، جميلة بصراحة. الطقم يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، جميل جميل جدا. عجبني قوي يعني. حتى كمان كان كل اللي بيسمع سعره يقول لي لا يعني غالي، بس هو يعني الغالي تمنه فيه زي ما انتوا فاهمين. دي بقى ده طقم الحلل اللي هي الشاورمات. انا ما حبيتش اجيب لها اللي هي بايدين، عشان طبعا كل حاجه هتبقى بايدين فمش هينفع يعني. حبيت انوع واجيب لها شاورمات. وعجبني بقى ايه ان الغطا الايد بتاعته بمسمار، بتتربط بمسمار. لان انا كان عندي الطقم بتاعي الايد بتاعته اتخلعت من الغطا نفسه، فصلت من الغطا. فعجبني بقى الطقم ده عشان الايد وكده. جبت لها برضو صواني البسبوسه دي. طبعا انا نسيت اقول لكم طقم الحلل الالومنيا عامل كام. انا بصراحه كنت جايباها من رنين، هو والصواني دي بصوا عاليه ازاي. انا نقيتها كده، انا بصراحه تعبت الراجل في اليوم ده. نقيتها تكون عاليه قوي، لان الصينيه لما بتكون عاليه قوي الكيكه بتاعتها بتطلع حلوه يعني. والبسبوسه يعني هي الكاميرا مش موضحاها. البسبوسه كبيره، صينيه البسبوسه كبيره قوي يعني، تنفع صاج للبسكوت والكحك والكلام ده، لان هي كبيره. وجبت بقى الطواجن دي، واحد قلب وواحد اللي هو الوردة ده على شكل وردة. طبعا كنت جايبة الصواني كلها ماركة الأهرام. وطقم الحلل الألمونيا كان زانوكي، تبع الزانوكي. فطبعا كلها ماركات كويسة، مش لازما يعني يا جماعة الدهان. كل الناس بتقولك الدهان. في حاجات تانية كويسة جدا. انا لما روحت هناك يعني عجبتني حاجات تانية غير الدهان يعني، فجبتها. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، يا رب ينور رضاكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.